يا فاروق، هل زواج الأقارب مضر أو إشاعة؟ هل أبدو لك متزوج من أقاربي؟ يعني على قلة الله سبحانه وتعالى خالق 4 مليار أنثى في العالم، تذهب تتزوج بابنة خالتك وابنة عمتك. ابنة خالتك التي تتزوجها أول ما سوف تفعله سوف تخبر والدتها عن أدائك الجنسي. فتخيل أنت في المجامع وخالتك تبدأ ترمي لك كلام، والمحرك عندك ليس أفضل شيء. المحرك عندك ليس أفضل شيء، خذ لك عسل ملكي. اللهم يا أخي تبتعد، أتحدث معك بجدية. خالتك تريدها أن تعرف علاقتك بينك وبين، نقول أنت فيك مازوخية، تحب زوجتك أن تقطر لك شمعة في مؤخرتك. هذا هي الفانتازيا الجنسية التي لديك. في أول مجمع عائلي صار الجميع يحمل شموع ويسخرون منك، فابتعد يا أخي عن دمك، ابتعد عن دمك. في بعض الدول زواج الأقارب يمنعونه أصلا، يقول لك تحسين النسل، واحد يتزوج بابنة عمه أو ابنة خالته، أي تحسين للنسل؟ احتمال الإعاقة والأمراض النفسية والجسدية والعصبية والخرائية. لما ترون رؤوسنا مربعة؟ إذا خرجت للشارع وترى يعني بعض الإخوة العرب رأسهم مربع قصير 1.60 متر، تشعر كأنه مسخ، كأنه سميغل من لورد اوف ذا رينج. مثل شخصية سميغل تلك. لما؟ نتائج زواج الأقارب. ابتعد 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 ابتعد، كل ما ابتعدت أكثر كل ما أفضل. يا فاروق، هل